الحمد لله حمدا حمدا حتى ترضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. وصلنا إلى نهاية هذا الشهر الكريم، نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يتمم علينا صيام هذا الشهر وأن يتقبله وأن يجعلنا من عتقائه. بداية شيخنا، قبل أن نتحدث عن أحكام العيد وسننه والتفاصيل، من المعروف أن شهر رمضان شهر التغيير وشهر العادات الحسنة. كيف بإمكان الإنسان أن يتواصل أو يواصل في هذه العادات بعد هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكمل هذا الشهر على أحسن وجه، صياما وقياما وصدقة وزكاة، لأن حقيقة ما بقي أيضا يحتاج اجتهاد. صحيح. فهي أيام إن شاء الله ويغتنمها الإنسان، فربما كان في النهايات ما ليس في البدايات، ولا يدري الإنسان أين تكمن هدية الله تبارك وتعالى لعباده. ولكن المسألة مسألة قلوب، فكلما كان الإنسان في هذه الأيام المتبقية إن شاء الله يعني أكثر اجتهادا، ربما لحق بمن سبقه. فنحن لازلنا إن شاء الله أمام القيام، ولازلنا أمام الصيام، ولازلنا كذلك أمام الاستعداد لصدقة زكاة الفطر، وقد تكلمنا فيها في الحلقة الماضية بالتفصيل. فيما يتعلق بكيف يعني نستمر ما بعد رمضان على نفس الوتيرة، هو بطبيعة الحال قد لا يكون متاحا بشكل كبير إن والله نستمر على نفس الوتيرة. صحيح. يعني عند كثير من الناس قد لا يكون ذلك متأتيا، لكن رمضان كما هو معلوم عند المسلم ليس هو شهرا فقط وبعد ذلك أنت تعود إلى وضعك السابق، خاصة إذا كان وضعا سيئا. فرمضان هو نقطة تحول. أهم شيء الإنسان يدرك هذه الجزئية، يعني لا تجعل من رمضان أنه والله كأنما كما قال البعض أن يكون الإنسان رمضانيا، ولكن مطلوب منه أن يكون ربانيا. الرباني هو الذي يدور مع مراد الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، في كل الأوقات. في كل الأوقات. يعني صحيح يجتهد في رمضان أكثر، فيه طاعات، فيه فرص، فيه كذا، لكن لا يعني ذلك أن والله تخرج من رمضان وتعود إلى سابق العهد، يعني كأنه يا أبو زيد ما غزيت، يعني صحيح. كأنه والله هذه الصلاة وهذه الصيام ما غير فيك شيء. خصوصا هنا أتكلم عن أصحاب الكبائر والعياذ بالله، يعني من كان مثلا من مرتكبي الكبائر المحظورة شرعا، سواء كان شرب الخمر أو الزنا أو أكل أموال اليتامى أو التطفيف في الكيل والميزان أو عقوق الوالدين أو قطع الأرحام إلى غير ذلك مما هو معروف في الكبائر وقضايا السحر. فكل هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن والله يترك هذا الأمر سواء في رمضان أو في غير رمضان أو في غيره. لكن من استثمر رمضان في أن يتخلى عن ذلك، نقول له عليك أن تعزم وتستمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظ الآن الآية: غفار لمن تاب معناها أقلع وندم وعزم وترك الشروط المعروفة تاب. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، كفاية مش كده؟ قال ثم اهتدى. العلماء وقفوا في عبارة ثم اهتدى، معناه يمكن للإنسان أن يتوب، يمكن للإنسان أن يؤمن، يمكن للإنسان أن يعمل صالح، لكنه قد لا يستمر ولا يلازم. ففسرت ثم اهتدى بمعنى لازم على هذه الوضعية ولم ينقطع، لازم على هذه الوضعية ولم ينقطع. فنحن محتاجين إلى الاهتداء. وفي آيات سورة البقرة التي فيها الصيام قال: ولتكبروا الله على
على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا التكبير في الهداية وربط الموضوع بتاعت الصيام بالهداية معناها لا أخرج أنت من رمضان وأنت ملازم على هذا الاهتداء الذي أنت تقول في صباحك ومساءك في صلواتك كلها اهدنا الصراط المستقيم. فكل ما نطلبه هو الهداية في دنيانا. والله عز وجل في كتابه قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية هنا في هذا الكتاب. صحيح. وبالتالي نحن نريد أن نجعل من رمضان مدرسة تربوية، ومدرسة للتزكية، مدرسة للتعلم، مدرسة لتحويل المسار. يعني شخص كان في مسار خاطئ يتحول إلى مسار صحيح، شخص كان والله تائه يعود إلى رشده، شخص كان والعياذ بالله على الضلال يعود إلى الهداية، وهكذا. فإذا جعلنا من رمضان نقطة انطلاق، هنا طبعا يتفاوت الناس. فمن الناس مثلا حتى أهل الصلاح نقول لهم لا يكفي أنك والله تعود إلى نفس وضعك الطبيعي، تقدم يعني انتقل من تقوى الإسلام إلى تقوى الإيمان، ومن تقوى الإيمان إلى تقوى الإحسان، وهكذا. والناس مقامات في تقوى الإحسان نفسها تجد هنالك مقامات عجيبة وعظيمة جدا مثل مقامات الأنبياء. مقامات الأنبياء ليسوا يعني حتى وهم أنبياء لهم مقامات، فما بالك من دون هؤلاء. فهذا الأمر حقيقة هو الأمر الذي يجب أن يشغل بال كل صائم. كيف سأحول يعني حياتي، كيف سأحول نفسي؟ مثلا دخلت أنت في تجربة قيام ودخلت في تجربة صيام. صحيح. الشريعة سبحان الله دائما تربط الفرائض بمقدمات من النوافل، ومقدمات كذلك من يعني أشياء بعدية تأتي بعد الفرائض من مكملة له. فأنت الآن مثلا ستأتيك مباشرة بعد الست من شوال، ثم ستأتيك الليالي البيض، ثم ستأتيك الاثنين والخميس فكيف أنت تجعل من ظاهرة الصيام صيام رمضان أيضا مروض لك في النوافل من الصيام؟ كيف تجعل من قيام رمضان هذا القيام الذي كان جماعيا كيف تجعل منه حالة فردية بغض النظر كم ستصلي مش مشكلة، لكن كيف تجعل لنفسك حظا يعني ما تقبل قصة والله بس مع اليوم الأخير انقطع قطع القيام. صحيح. كأنه ما استفاد شيء، كأنه ما كان فيها. طيب. فهذه المسألة، وهكذا بقية الأعمال أيضا. اجعل نفسك كنت تقرأ في رمضان ما شاء الله عدد من الأجزاء، اجعل لنفسك وردا ولو كان بسيط تواظب عليه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على حزبهم اليومي، منهم من يقرأ 5، منهم من يقرأ 10، منهم من يقرأ 100، ومنهم من يكمل في 3 أيام. ويعني الحد الأقصى الذي يتكلم عنه الفقهاء أنه يفترض الإنسان ما يمر عليه 40 يوم إلا وقد أكمل القرآن الكريم. يعني أقل شيء أنت جزء أو أقل من جزء في اليوم. يعني ولو رتبتها فقط أنت مثلا بالصلوات بعد كل صلاة، هي عبارة الجزء الآن 20 صفحة، أقسم 20 هذه على 5 صلوات، 4 صفحات في اليوم، 4 صفحات في كل صلاة، أقل من نصف حزب. أيوة بسيطة جدا. فكيف أنت الآن ما تأخذ منك ال4 صفحات يمكن 8 دقائق يعني. فكيف أنت تحافظ على هذا الوضع؟ كيف أيضا تتحرر من الشحناء والبغضاء والكراهية والعقوق؟ هذه الجزئية اللي مفروض نحن نحققها من رمضان. يعني ليست إنه والله أنا والله أصلي لا، هذه الشعائر الله ما يريدها لذاتها. هذه الشعائر إنه يطهرك ويزكيك لتكون زكيا مع الخلق، لتكون طيبا مع الخلق، صلح مع الآخرين، لأنه ما في شيء يستفيده الله منك أصلا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، عملك لنفسك، هو لنفسك. ولذلك نحن نحسن نفوسنا لتكون نفوسنا طيبة مع بعضنا البعض. فكيف نجعل كذلك من رمضان نقطة انطلاق لهذا التحول الكبير، التحول في علاقاتنا الاجتماعية، التحول في بيئتنا، التحول في كذلك كيف نجعل من ظاهرة الإحسان كإحسان أيضا من ظاهرة سلوكية في حياتنا، أن الإنسان يتعود العطاء، يتعود المبادرة الكرم. وخصوصا في مجتمعات أنت كلها مجتمعات منهارة، كيف نجعل من هذه الحالة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال لنا والله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل. هذا الجود يجب أن يتحول إلى سلوك عند من هم أصحاب حظوة مالية مثلا، وكل يعطي مما لديه، وفي ما عنده أموال لكنه عنده وجاهة، يتحرك في الناس بوجاهته. وفي من الناس من عنده علم يبذل علمه ويعطي منه، ومما رزقناهم ينفقون عام.
ماذا أعطاك الله؟ وحتى الكلمة الطيبة تكون كل شيء كل شيء. فكيف تجعل أنت من رمضان ظاهرة إيجابية في مسيرتك كلها؟ نعم. هذه أهم يعني ما يمكن إن شاء الله أن أشير إليه في هذا الباب. بارك الله فيك شيخنا. والآن ندخل شيخنا في باب صلاة العيد وأحكامه وسننه. شيخنا متى أو ما هو حكم صلاة العيد؟ حكم صلاة العيد يعني فيه ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الأحناف. قول الأحناف أن صلاة العيد واجبة عينيا على كل شخص. كل شخص بالغ راشد يجب عليه إيه؟ الصلاة. يجب عليه صلاة العيد. وجوباً. هذا القول وجوبا. هذا القول سبحان الله رجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز، مع أنهم يميلون إلى المدرسة الحنبلية، لكن رجحوا هذا القول إنه والله صلاة العيد واجبة على كل مسلم إلا من كان معذورا. وابن عثيمين كذلك، ابن عثيمين رجح هذا القول، وابن باز أيضا يرجح هذا القول. فالقول الأول هو قول الأحناف أنها واجبة. قول الأحناف أنها واجبة. القول الثاني هو قول الحنابلة، والمشهور عنهم هو أنها فرض على الكفاية. فرض كفاية. يعني إذا قام في المدينة بعض الناس بهذه الصلاة فإن الفرض يسقط عن الباقي، لكن هي في نظرهم فرض. يعني إذا لم يقم بها أحد في المدينة أثم الجميع. يعني لابد أن تصلى. لابد أن تصلى. لماذا؟ ينظرون إليها كشعيرة، والشعائر لابد أن تظهر، مثل صلاة الجمعة، صلاة العيدين، هذه تسمى شعائر كبيرة للناس. فالمسلمين في بلدة ما إذا كلهم امتنعوا عن صلاة العيد قد يقاتلون عليها. صحيح. يعني لو ثبت أنه في إمام للمسلمين ولاحظ بأن هنالك فئة من حتى هي قد لا تكون تستحق القتال، لكن لماذا يقاتلون عنه؟ لأنها شعيرة من الشعائر يراد أن تنطفئ. يعني الولاية الإسلامية من مهمتها إظهار الشعائر. فموضوع يعني القول الثاني اللي هو عند الحنابلة أنها فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. القول الثالث وهو قول المالكية، قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وآخرين، يكاد يكون هذا القول الأظهر عموما لدى قطاعات كبيرة، هو أنها سنة مؤكدة. نعم، سنة مؤكدة. يعني مثل السنة المؤكدة عند المالكية هي تلك السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ولم يتركها، هذه يعتبروها سنة. يعني عندهم مصطلح السنة فوق مستوى المستحب، يعني مش قصة مستحبة. السنة بمصطلح المالكية هي فوق الاستحباب. لماذا؟ لأنه يكون مربوطة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الكسوف وواظب على صلاة العيدين، هذه كلها الأشياء التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنن مؤكدة. وبالتالي يعني هم لا يعني يرفعونها إلى مستوى الواجب ولا إلى مستوى الفرض الكفائي، لكن يقولون بأنها سنة مؤكدة. على كل هي شعيرة من الشعائر يجب المسلم أن لا يتساهل فيها نتيجة هذا الاختلاف، وفي نفس الوقت أيضا فيها من الأجر والثواب وحضور مشاهد المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء حث الأطفال وحتى ذوات الحيض من النساء، ذوات الحيض من النساء، قال لهن فليشهدن هذا المهرجان الإسلامي الكبير في يوم العيد، يشهدن على الأقل دعاء المسلمين، يكثرن السواد. هذه المشاهد فيها تجليات إلهية كذلك، كما هو في عرفات فإن الله ينظر إلى هؤلاء ويباهي بهم الملائكة. فهذه المشاهد على كل الغيبة فيها أو التساهل فيها أو الدخول في جدل إنه والله مستحبة واجبة فرضية، يعني هذه نحن فقط نقولها من باب العلم، لكن العلم والتعليم، لكن الإنسان عليه أن يحرص على أن يصلي صلاة العيد. بارك الله فيك شيخنا. الجزء الثاني من السؤال شيخنا، متى شرعت؟ برضو دي يعني فيها خلاف على كل متى شرعت. يعني منهم من ربط صلاة العيد برمضان. رمضان شرع في في السنة الثانية من الهجرة.
فاعتبروا بأنه والله أول صلاة ستكون هي صلاة إيه؟ صلاة عيد الفطر. أول صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم صلاها هي في عيد الفطر، لأنه بعد أن رجع من غزوة بدر اللي كانت في رمضان وصام المسلمون رمضان، يفترض بعدها في عيد. فذهب الجمهور إلى أن والله هي أول صلاة هي صلاة عيد الفطر. لكن هنالك بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على أن أول صلاة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد هي الأضحى وليس عيد الفطر، لأنه أتوقع كان في حادثة أو حاجة. نعم، كانت في غزوة أو صحيح. في فبعضهم يرى أن والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من صلاة عيد الفطر في تلك السنة، لأنه فعلا كان هنالك إشكال أو كان هنالك غزوة أو كان في محاولة مداهمة على كل من بعض قبائل العرب، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لأنه كان في نفس اليوم، في نفس اليوم، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهذا الموضوع ولم يصلي. طبعا دي حترجح كفة إيه؟ حترجح لنا كفة إنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأمر كان واجبا أو كان فرضا عينيا لا يمكن أن يفوت، كان أقامه ولو بعد وقت أو يعني يدل بعد على القضاء يعني. نعم. لكن على كل خلينا نمشي فبغض النظر، لكن نحن نقول سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المهم هو كان في السنة إيه؟ في السنة الثانية للهجرة، يعني الفارق بينهم طفيف، يعني أول صلاة عيد إما أن تكون في الفطر أو حتكون في الأضحى أول عيد. فالذين قالوا بأن والله النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنها في صلاة الفطر أكدوا أنه صلاها إيه؟ صلى العيد الأول وعيد أضحى في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة تدل على أن والله منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا؟ قال يعني أعياد كان عندنا يومين نلعب فيها، قال قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. فواضح أنه كانت في بدايات مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن على كل موضوع السنة الثانية قد يكون التوقيت الأرجح. نعم. بارك الله فيك شيخنا. الشق الثالث من السؤال شيخنا، ما هي صفة صلاة العيد؟ نعم، صفة صلاة العيد هي عبارة عن ركعتين ما فيهم إقامة، ما في أذان، يأتي الإمام يكبر، أيوة، يعني يصف الصفوف ويقف أمام الناس منبها لهم إلى أو الصلاة قائمة، يعني يشير على كل إذا كانت الناس أعدادها كبيرة ولا لا يتمكنون مشاهدة الإمام أنه وصل وكذا، يمكن الإشارة إلى أن الصلاة قائمة. ثم بعد ذلك يبدأ الإمام في التكبير. بعد تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية من غير تكبيرة الانتقال. يعني من تكبيرة الانتقال. ومنهم من اعتبر لا والله كلها 7 الركعة الأولى والثانية. الركعة الأولى 7 مع التكبيرة، والركعة الثانية 5 مع الانتقال. والأمر فيه سعة إن شاء الله حسب الإمام، يعني أنت حسب الإمام وما يأخذ به، يعني إذا كان والله كبر بعد تكبيرة الإحرام 7 فيكبر معه 7، وإذا كان كبر 5 بعد تكبيرة الانتقال يكبر معه أيضا 5. ثم يقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة جهرا، صلاة طبعا هي صلاة جهرية، يقرأ ما تيسر له من كتاب الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعلى، وكان يقرأ سورة الغاشية، وكان يقرأ كذلك سورة قاف. هذه السور كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قام الإنسان نفسه طبعا فيها موضوع الركوع وموضوع السجود عادي، نفس الأحكام يأخذها الإنسان، وما يشترط للصلاة يشترط وإذا في أخطاء ترتبت في نفس الطريقة، يعني الأخطاء اللي تحصل في الصلاة العادية وكيفية معالجتها هي نفس الأخطاء المعالجات التي تكون في صلاة العيد. يعني إذا حصل سهو، حصل نسيان، هذا كل ده يكون يجري عليها الأحكام نفسها بتاعت الله. وهل ممكن يعني لها قضاء الصلاة؟ لها قضاء؟ يعني لو ما صليتها مع الناس هل ممكن أن تكون؟ نعم يمكن. لابد يمكن من لم يستطع مثلا أن يدرك الإمام فيمكن أن يعمل جماعة ثانية، ويمكن أن يصلي لوحده، ما في إشكال. يعني ما هي مرة واحدة بس؟ لا، يعني خاصة الناس الذين يأتوا ويجدوا الإمام وهو خلاص أنهى الصلاة والناس موجودة، فهؤلاء الأفضل لهم أن يقيموا
يقيموا صلاة جماعة ويصلون. بارك الله فيك شيخنا. فلا تسقط عنهم يعني إن شاء الله. ما تسقط. شيخنا، ما الذي يميز أعيادنا نحن كمسلمين وأعياد الغير مسلمين؟ طبعا أول موضوع الأعياد أنا ذكرت في البداية بأن موضوع الأعياد هو شعيرة لكل أمة. لما نقول شعيرة بمعنى هو كل أمة لها ما يميزها في شعائرها وفي أحكامها، وبالتالي لكل أمة منسك. فمناسكنا مرتبطة، نحن بالذات مرتبطة بالأركان، مرتبطة العيدين مرتبطين عندنا بأركان أساسية في الإسلام. فصلاة الفطر مثلا مرتبطة مرتبطة برمضان، يعني مرتبطة بفرحة رمضان، مرتبطة بعبادة رمضان يخرج منها الإنسان ليعبر عن هذه الفرحة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه. فأعيادنا أولا هي شعائر بالنسبة للمسلمين، وكل أمة لها شعائرها. الميزة الأولى في شعائرنا أنها شعائر توحيد وشعائر طاعة. يعني التوحيد والطاعة أهم ما يميز شعائر المسلمين. فلا تكاد أعيادنا تقام مثلا لشخص، ذات أعيادنا هذه المشروعة ما تقام لشخص بعينه، إنما هي تقام لله تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا بأن نقيمها، وبالتالي نحن نرتبط بالتوحيد. ثم أيضا في كل أعيادنا التوحيد حاضر، التوحيد حاضر لا يكاد يفارق طبعا، لأن هذا مسار الذي تدور عليه كل أحكام الشريعة الإسلامية، أن ظاهرة التوحيد هي الظاهرة الأساسية والأبرز. فلا مجال عندنا طبعا للتثليث ولا للإشراك بالله، ولا هذا كله مخالف طبعا. النقطة الثانية أيضا ترتبط بالطاعات، فلا مجال لأن يتخذ الأعياد ساحة للمنكرات، يعني هي ساحة طاعات وساحة شكر لله تبارك وتعالى وتكبير وتهليل وصلوات. منذ الصباح أنت في طاعة، وطوال النهار كذلك أنت في طاعة، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيضا أعيادنا ما يميزها أنها أعياد تجمع ما بين المناسك والمباحات. فأنت من هنا تصلي وتؤدي شعيرة الصلاة وتؤدي كذلك ما يجب عليك في صبيحة هذا اليوم، وفي نفس الوقت أيضا عندك إنها قال أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله. فالمباحات موجودة في الأعياد، لا يجوز الإنسان أن يصوم، يعني هذه بالنسبة لنا العيدين يحرم فيها الصيام، اللي هو عيد الفطر وعيد الفطر اليوم الواحد، والأضحى عدة أيام، هذه لا يجوز فيها الإنسان أن يكون صائما. فيجمع هذا الإنسان ما بين المناسك التعبدية وما بين المباحات، فما تحول يوم العيد إلى مناسك محضة. أنت خرجت من صيام فما تحاول يوم العيد تكون أيضا صائم، لا. ولذلك هذه من الأشياء التي تميز على كل شعائر المسلمين في هذا الشهر، بارك الله في هذا يوم العيد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس،
كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري وشكلي الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونجدد الترحيب بالشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. شيخنا نستكمل حديثنا شيخنا في أحكام العيد، ونبدأ شيخنا بأول سؤال: مستحبات صلاة العيد أو مستحبات يوم العيد. أنا ذكرت الآن قبل الفاصل أنه العيد هو يجمع ما بين المناسك التعبدية، ويجمع كذلك ما بين الحاجات الإنسانية فيما يتعلق بالفرح وما يتعلق كذلك بالجماليات في هذا اليوم، لأن الشريعة الإسلامية سبحان الله جاءت بالحق والخير والجمال. صحيح. هذه أساسيات، يعني تكاد تكون لو قسمت الشريعة ستجدها أنها قضايا الحق وقضايا الخير وقضايا الجمال. فمن قضايا الجمال في هذا اليوم أن المسلم لا بد له من التجمل، يعني يخرج من حالة حالة البؤس وحالة الشكل الذي يكون فيه في غير أيام العيد. قدر الإمكان يحرص على أن يتجمل في ثيابه، وأن يتجمل في هيئته، أن يتجمل في زيه الذي يذهب به إلى الصلاة، وكل ما وجد أفضل زي عنده يعني يقوم به يلبسه، فهذا هو الأفضل في نفسه وفي أهله. يعني يحرص قدر الإمكان أن يكون متجملا في نفسه. ومن التجمل كذلك في هذا اليوم أن يبدأ الإنسان بالاغتسال، يغتسل في هذا اليوم صباحا، وممكن يبدأ حتى إن اغتسل قبل الفجر فلا حرج، يعني يمكن أن يغتسل قبل الفجر ويمكن أن يغتسل بعد الفجر، ما يكون هنالك غسل يعني لصلاة العيد. ثم بعد ذلك من التجمل كذلك الوضوء الذي سيصاحب، فكل ذلك يدخل تحت الطهارة التي هي يعني أساس في هذا اليوم. بعد ذلك بعد أن تجمل وتزين وتطيب وحرص أن يأخذ أفضل ما لديه من ثياب في نفسه وأهله وأولاده، فإنه أيضا من الأشياء اللي تكون موجودة في هذا اليوم من غروب غروب الشمس اليوم الأخير من رمضان ودخولنا في أول ليلة في شوال، نبدأ في التكبير. ومسألة التكبير مسألة أساسية ومهمة جدا. كثير من الناس للأسف يغفل أو يغفل عن هذا الموضوع، أو يستحي. بعض الناس للأسف يستحي من أن يكبر يعني، وهذه إشكالية. فلا بد التكبير، والتكبير هنا تكبير مطلق وليس تكبيرا مقيدا. تكبيرا مقيد في الأضحى موجود في الصلوات، لكن هنا أنت تكبر من لحظة الغروب. يبدأ التكبير موجود في الأسواق، في المساجد، في البيت، على كل التكبير يكون إن شاء الله هو الحاضر في حياتنا في هذا اليوم. ولتكبروا الله على ما هداكم. يتوقف التكبير إما مع صلاة الإمام، أو حتى يمكن أن يستمر حتى نهاية خطبته. على كل يمكن، لأن الإمام يمكن أن يكبر في أثناء خطبته يكثر من التكبير، لكن الناس تتوقف على كل بعد صلاة العيد في اليوم الأول من موضوع التكبير المشروع في هذا. أيضا من الأشياء المستحبة في هذا اليوم أن الإنسان يعني يأخذ طريق وهو ذاهب إلى المصلى، ويختلف في عودته عن ذاك الطريق. هذا أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان يذهب في طريق ويعود بطريق آخر. أيضا من الأشياء التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر بالتحديد، لا يذهب الإنسان إلى المصلى وهو صائم،
وهو صائم لا بد أن يفطر على تمرات، يفطر على تمرات ويذهب إلى صلاة العيد وهو مفطر. هذا بخلاف طبعا صلاة عيد الأضحى فإنه يذهب ممسكا ويفطر على أضحيته. صحيح. لكن هنا في هذا العيد يعني يحرص الإنسان أن يعني يأكل ما تيسر له ولا يذهب صائما، يعني يحرص. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء المهمة ولها أيضا أفضلية في هذا اليوم إدخال السرور على عموم الأسرة. كل ما كان الإنسان مقتدرا أن يدخل السرور على أسرته فإن ذلك من الهدي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع على الأسر، يوسع على العيال في هذا اليوم، سواء في ملابسهم، في مطاعمهم، في مشاربهم، في أجوائهم تغيير، زي ما يقول ديكورات البيت. المهم يكون هنالك محاولة لإسعاد هذه الأسرة، لأن موسم، هذا موسم قدر الإمكان الإنسان إن شاء الله. من الأشياء المهمة في موضوع أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالذهاب إلى الصلاة في هذا اليوم. أنا ذكرت ما في إقامة وما في أذان، لكن أيضا ما في نوافل يعني في المصلى، خصوصا إذا الصلاة كانت في غير المسجد. إذا كانت في المسجد تحية المسجد موجودة عليكم في كل الأحوال، لكن إذا كانت الصلاة في الساحات العامة فليست هنالك سنة قبلية، يعني ما في أنت مباشرة تأتي وتجلس، ما لها نوافل، ليست هنالك نوافل قبل صلاة العيد، وهذه مسألة مهمة. يبقى على كل إجمالا موضوع في نفس الوقت أيضا يجب على الإنسان اجتناب كل ما يعكر صفو هذا اليوم من المنكرات والمخالفات للأسف الشديد التي تكون في الوسط الأسري. بعض الأسر تجدها مثلا غير منضبطة في هذا اليوم، يعني لا تحرص على أنه والله خارج من رمضان عبادة وصيام وتقوى وكذا، وإذا تجد بعد أيام العيد كلها عبارة عن حالة حالة من الانفلات مضطرب، وخصوصا دخول الرجال على النساء وهن في أجواء ربما ليست صحيحة وليست شرعية، وقد لا يكون متسترات وتحت حجة هذا قريب وهذا ابن عمي وهذا ابن خالتي وابن عمتي. هذه كلها مخالفات للأسف الشديد يجب أن الناس تبتعد عنها قدر الإمكان. أيضا في هذا العيد، وهذا طبعا من باب نافلة القول، أن والله تجتنب في مطاعمنا كل المحرمات، وخصوصا هنا نحن نتكلم عن الوضع في الداخل. يعني كثير من الناس ربما تجد الخمور متيسرة لهم، وبالتالي يتصور بأنه خلاص كما قال الشاعر يعني رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى، لا تسعى إلى مشتاق. فأنت في رمضان توقفت عن كل المحرمات، يجب أن تواصل، وهذا شأن المسلم في كل حياته. يجب أن لا تحضر المحرمات في مائدته، المحرمات يجب أن لا تحضر في مائدته. أيضا من الأشياء المستحبة في هذا اليوم التهاني بين المسلمين، تبريكات، الناس تبارك لبعضها البعض وتهني بعضها البعض وتتصافى وتتسامح وتتعافى، ويفضل خاصة بين الأقارب يكون أوجب، وبين الجيران يكون أوجب، فإن في هذا اليوم يعني يوم فرح ويوم إزالة كل الضغائن، فلا نترك إن شاء الله لهذا الأمر، يعني نتركه للزم. فدي يمكن باختصار بعض الأحكام المتعلقة إن شاء الله بهذا اليوم وتعد من مستحباته. بارك الله فيك شيخنا. ممكن أن يأتي عيد الفطر في يوم الجمعة، فهل صلاة الجمعة واجبة أم تسقط على من حضر صلاة العيد؟ نعم، هو أو صلاة العيد نحن ذكرنا حكمها، ونفسه سينعكس طبعا هذا الموضوع أيضا الخلاف الفقهي على كل فيما يتعلق بتوافق العيد مع الجمعة، لأنه العيد فيه خطبة والجمعة فيها خطبة، مش كده؟ صحيح، خطبتين يعني خطبتين وكده. لكن هنالك 3 مذاهب أيضا في هذا الموضوع إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجمعة. الجمهور أنها لا تسقط صلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة. حجتهم قد تكون والله قوية في أنه والله يا أخي هذه صلاة فريضة، اللي هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فريضة مؤكدة بكتاب الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لا ذكر الله. يمكن ما في صلاة بعينها سميت أنه والله ناس عليها جماعة إلا الجمعة، صلاة الجمعة. صحيح. طيب، فكيف نسقطها بأمر اختلفنا في حكمه، ما بين سنة مؤكدة وما بين فرض كفاية وما بين فرض عين؟
صحيح. فعلى كل المذهب الأول وهو الذي يعني نميل إليه أنها يعني ما تسقط صلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة، بل تصلي صلاة العيد ثم تأتي وتصلي بعد ذلك صلاة الجمعة. الإمام الشافعي والمذهب الشافعي له مخرج، وأخذوا فيه تقريبا مذهب بقول الإمام عثمان الخليفة عثمان بن عفان رحمه الله ورضي الله عنه، وهو أن عثمان بن عفان بعد أن صلى بالناس وكان يوم جمعة قال للناس، خاطب الناس بأن والله أهل العوالي، والعوالي هي المناطق العالية اللي حول المدينة، مناطق بعيدة حول المدينة، وهم أهل بادية وأهل ريف وأهل قرى، فيكون من الصعب عليهم يأتوا مرة أخرى للجمعة. فعثمان بن عفان قال لهم: من أراد أن يصلي معنا الجمعة فبها ونعمت، ومن اكتفى بصلاة العيد فلا حرج. فأخذ الإمام الشافعي بذلك، وإن الله هذه رخصة لأهل القرى ومن في حكمهم. أهل القرى ومن في حكمه، يعني ممكن يكون يوم العيد بعض الناس عندها أعمال يصعب معها العودة مثلا، هؤلاء يلحقون بإيه؟ يلحقون بالطائفة الأولى. كذلك مثلا والله في المسجد، في المنطقة مسجد واحد وبعيد، المسافة بعيدة على الناس في الذهاب والإياب، ولا تتوفر الوسائل التي يمكن أن يصل بها الإنسان سريعا، فهؤلاء أيضا يلحقون. لكن الأصل إنه لا بد أن تكون الصلاة قائمة عند الشافعي، لا تسقط عن بقية الناس. الإمام أحمد هو الذي ربما له القول الذي يعني يذكره الآن كثير من الناس، وهي رواية على كل رواية عن الإمام أحمد، أن صلاة العيد تسقط معها صلاة الجمعة عن الناس إلا الإمام. يعني الإمام لابد أن الإمام يأتي إلا أن لا يجد من يقيم معه الجمعة، ودي نادرة، يعني الناس ستأتي على لها للظهر، يعني ستأتي إلى الظهر، فالإمام يقول يقيم الشعيرة، لكن بقية الناس لا يكلفهم بهذا الموضوع، وخصوصا إذا كان حصل تقديم لشيء من التأخير لصلاة العيد وصلاها في الزوال. الإمام أحمد طبعا عنده تقدم صلاة الجمعة عن التوقيت نفسه، التوقيت عن الزوال، فمالي لأنه والله يا أخي ما تجب على الناس. لكن الذي ننصح به هو أن المسلم عليه أن يحرص إن شاء الله على صلاة العيد وصلاة الجمعة بقدر الإمكان. بارك الله فيك شيخنا، من كانت في فترة الحيض هل لابد لها الحضور إلى صلاة العيد؟ نعم، يستحب لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال يخرجن النساء، يعني حتى من كانت زيجتها حديثة عهد أو كانت عروس أو كل هؤلاء يخرجون، حتى الحيض من النساء يخرجن، ولكنهن يتقين مصلى المسلمين، فيكن على طرف من الأطراف، ولكن يكن يسمعن الخطاب ويسمعن الدعاء ويؤمن على هذا الدعاء، ويشهدن بطبيعة الحال هذا المشهد المهيب للمسلمين، ويتعرضن لما كتب الله لهن من نفحات مفيدة على صعيد التقوى والخير الذي يتلقاه الناس في هذا اليوم، والرحمات التي ربما تتنزل كذلك على هؤلاء المسلمين المجتمعين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغبن النساء عن هذا بسبب الحيض. صح لا تصلي، تسقط عنها الصلاة طبعا، ساقطة عنها، لكنها تحضر هذا المشهد وتكون كما ذكرنا على أطراف المصلى. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين. Mm-hmm.